اهلا بيكم. لو اول مره تشوفي قناتي، انا منور وبحب اقدم وصفات سهله وطعمها حلو من غير تعجين. هنعمل النهارده كبده اسكندراني تشويحه سريعه وطعم حكايه، مع شويه طحينه رغيف عيش بلدي، وهتذوقي احلى سندوتش كبده. نسمي الله ونبدا وصفتنا. معايا نص كيلو كبده بقري قطعته وحطيته في طبق، هركنه على جنب ونعمل الدقه بتاعتنا. معايا راس توم وقرن فلفل دقتهم في اللون كويس. هنزل عليهم بالتوابل بتاعتنا، معلقة كزبرة ونص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود ومعلقة كمون. هزود عليهم عصير ليمونة ونص كده. هنا التوم بتاعنا دقناه في الهون عشان يدي نكهة اقوى شوية والطعم يكون ظاهر معانا. بعد كده هننزل بربع كوباية خل كده، وهنقلب المكونات بتاعتنا دي، وهتكون معانا احلى دقة نحطها على الكبدة بتاعتنا. هنا انا زودت شوية خل تاني، حسيتها لسه عايزة شوية خل. هقلبها وتكون الدقة بتاعتنا كده جهزت. هنزل بنص الدقة على الكبدة بتاعتنا، وبعد كده هبتدي اقلب الدقة بتاعتنا في الكبدة. هتديها ريحة ما شاء الله، وانت هتحسي من قبل ما تسوي الكبدة. الكبدة يا جماعة ما تتغسلش، انا مش مغسل الكبدة خالص، هي عليها عصرة ليمونة بس وشوية خل بس وكده خلاص. هنحط الطاسة بتاعتنا على النار، ننزل فيها بشوية زيت، وبعد كده معايا قطع من الدهن او اللي مقطعاه، هنزل بيها على الزيت بتاعنا وهقلبها لحد ما تتشوح زي ما انتوا شايفين كده. تنزل كل اللي فيها كده، وبعد كده هنزل بالكبدة بتاعتنا. لازم الطاسة تكون سخنة ومنزلش بكمية الكبدة كلها، لو كتيرة انا هنزل بنص الكمية بس. لازم الطاسة بتاعتنا تكون سخنة عشان الكبدة بتاعتنا ما تنزلش المية بتاعتها وتستوي بسرعة. هنا انا هنزل باقي الكمية بتاعتنا وهقلبها كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله، الله اكبر. جربوها تعجبكم. هنا هننزل بالباقي الدقة بتاعتنا اللي انا شلتها، وهقلب في الكبدة. وطبعا انا ضفت التوابل بتاعتنا كلها على الكبدة قبل ما انزل بيها في الطاسة. هنا هنقلبها من 5 ل7 دقايق هتكون استوت. قبل ما تستوي بدقيقتين هننزل فلفل مقطعة كده زي ما انتوا شايفين. هنا في الوقت ده هقلب بس دقيقتين بس، يكون الفلفل بتاعنا اتشرب من الخلطة اللي احنا عملناها ومن الكبدة، وهطفي عليه على طول. شايفين ما شاء الله، الله اكبر. جربوها ان شاء الله هتعجبكم ومش هتاخد منكم وقت. هي 10 دقايق هتكوني مخلصة طاسة الكبدة بتاعتك، جنب شوية بطاطس مقلية، جنب شوية طحينة، وهتكوني عملتي احلى غدا واحلى عشاء. سهلة وسريعة، وزي ما قلتلك الكبدة مش بتاخد وقت خالص في السوا. هي 5 دقايق ان طولت على النار بتشد كده وتنشف وما تبقاش طعمها حلو. وكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير واشتراك، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ونصلي على النبي، واستنوني في وصفة جديدة. والسلام ختام.